لو بتصحى من النوم بتحس ان ظهرك مكلبش ومش قادر تتقلب على السرير وبتحتاج من نص ساعة لساعة علشان ظهرك يفك. لو كمان الألم ده بيزيد مع ان انت ترجع ظهرك لورا او ان انت تميل على الجنب اللي فيه المشكلة. الألم بيبقى في أسفل الظهر، بيبقى في الجنب، وكمان بيمتد للمقعدة والفخذ. أشهر سبب للألم إن هو التهاب في مفصل الجار الفقري أو الفاسد جوينت، وده بكل بساطة عبارة عن مفصل ما بين الفقرات وبعضها. يعني كل فقرة، الفقرة اللي فوق والفقرة اللي تحت، بيطلع منها بروز زي ما احنا شايفين، ويبدأوا يعملوا مفصل يخليك ان انت تميل للجنب، ترجع لورا. المفصل ده من اشهر الاسباب اللي بتسبب الام مزمنه في اسفل الظهر، وخاصه في الاشخاص كبار السن او في السيدات. مشكله الالم ان هو ما بيظهرش في الاشعه العاديه، كمان ما بيظهرش في اشعه الرنين، والمريض بيتشخص غلط ان بسبب انزلاق غضروفي او بسبب ان هو شد في العضلات، ويفضل يعاني بالالم دوت سنين كتيره جدا. طبعا احنا يعني شارحين الحالات دي بالتفصيل في كتاب شفرة الألم، قصص الشفاء من متاهة ألم الظهر، وبنشرح الحالات دي. المفصل علشان يتشخص صح آلامه بنعمل بعض الاختبارات في العيادة، وبنبدأ ان احنا نبص بجهاز السونار على المفاصل، بيظهر لنا طبعا لو فيها مشكلة. ومش على قد ان احنا بنشخص، كمان بنقدر ان احنا نعالج، نقدر نخش بإبرة رفيعة وبنشوفها على شاشة السونار، وندخل عند المفصل اللي فيه المشكلة، نحقن بعض المواد المضادة للالتهاب وبعض المواد المخدرة بتحسن الالتهاب داخل المفصل، والمريض بيحس بتحسن سريع جدا ويقعد معاه كمان فترة طويلة. بعض الحالات اللي هي بقى لها فترة كبيرة بنضطر ان احنا نعمل حاجة اسمها تردد حراري على الأعصاب المغذية للمفصل الفاسد جوينت أو المفصل الجار فقري. والتردد الحراري من الأشياء الآمنة جدا، وبتدي للعيان نتيجة سريعة، بتتم ببنج موضعي، ما بيحتاجش العيان فترة نقاهة أو يحتاج إن هو ياخد تخدير كلي.